في الفيديو ده بقى هعرفكم كل تريكات الرنجة اللي انتوا هتحتاجوا تعرفوها، وطريقة كده سهلة وجميلة قوي. هنعمل رنجة مشوية وهنعمل كمان رنجة بالصلصة. اول حاجة هنجيب كده كيلو من الرنجة. اول حاجة هنفصصها كويس قوي قوي علشان نقطعها معانا تبقى قطع كده علشان نعملها في الصوص الاحمر. وهنجيب بقى صينية على النار ونحط فيها زيت، وهننزل عليها كده بمعلقة بابريكا كبيرة، دي بابريكا مدخنة، وهنقلبهم كده مع بعض. وهننزل بقى بنص كيلو من الطماطم المعصورة كويس قوي. تمام، مش هنحط ملح خالص لان الرنجة فيها الملح بتاعها يعني. وهنحط شوية كده تاني من برضو البابريكا المدخنة، وهنحط كمان رشة فلفل اسود وبس. هنسيبها بقى تسبك كده 10 دقايق، وهننزل بقى بالفلفل الاخضر اللي احنا مقطعينه، وكمان هننزل بالرنجة اللي احنا برضو مقطعينها كويس قوي قوي ومنضفينها من الشوك. بصوا هنقطعها كده قطع اللي انتوا حابينها، وهنقلب فيها وهنسيبها 15 دقيقة بالظبط على النار. هنسيبها بقى على النار وهنبدأ بقى في الرنجة المشوية. انا هشوي واحدة بس، بشويها على النار كده، او ممكن تشووها باي طريقة، بس دي اسهل طريقة بالنسبة لي ان انا اشوي بيها الرنجة. هطلعها بقى من على النار وهفتحها كده كويس قوي علشان بقى انضف يعني المحتويات اللي بتبقى جواها دي. هنا الرنجة دي بصراحة حلوة قوي، نوعها نضيف يعني، فيها 2 بطروخ كده. وهنضفها بقى كويس. بصوا اللحم بتاعها اصلا نضيف وبيلمع وجميل قوي قوي. هنضف بقى الحاجات اللي هي في الجنب دي، وهنشيل بقى الراس والديل. اهم حاجة يا جماعة ننضفها كويس قوي من الشوك. وبرضو واحنا بناكل الرنجة يا ريت نخلي بالنا من الشوك، لانه يا جماعة مؤذي قوي لو جه يعني في فمكم او كده، فلازم ننضفه كويس قوي. طبعا لو لسه مكمله الفيديو معايا ما تنسيش تشتركي في القناه وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد، وتعملي لايك جميل كده، وتقولوا لي رايكم كده في الكومنت، بتحبوا اللي بالصلصه ولا بتحبوها مشويه زيي؟ طبعا في البيت بس انا اللي بحبها مشويه، فبصراحه بعملها كده يعني. بصوا بقى نضفتها كويس قوي، حطيتها بقى في طبق التقديم اهي، وهعصر عليها كده 3 ليمونات كبار لان انا بصراحه بحب فيها الليمون قوي يعني. وهحط رشة خل بس، يعني معلقة خل كده يعني، مش خل كتير بس. وممكن تحطوا عليها زيت، لكن انا بصراحة ما حبيتش الزيت يعني. بصوا اهي بالليمون والخل تحفة وصحية وجميلة قوي. بصوا بقى دي اللي عملناها اهي بالصوص الاحمر. بصوا جميلة قوي وطعمها حلو جدا جدا، واكلة سريعة كده. يلا باي باي.